لو عايزين بسكوت العيد يطلع ناعم زي المحلات شوفوا الطريقة دي. المقادير معايا كوباية سمنة، طبعا انا بستخدم المعايير كلها بنفس الكوباية، كوباية سمنة وتلت كوباية زيت وكوباية وربع سكر بودرة، ربع كوباية نشا، بق لبن صغير كده اقل من ربع كوباية بكتير، يعني معلقتين كبار لبن، ونص معلقة صغيرة نشادر، وما تقلقوش من طعم النشادر ما بيبانش اصلا في العجينة. وهنا 5 بيضات، طبعا البيض يبقى كبير، لو صغير ممكن يبقى 6، وكل بيضة ليها واحدة فانيليا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وطبعا المقادير دي لكيلو دقيق. هنا حطيت النشادر مع اللبن، ولازم اللبن يكون دافي او فاتر ما يبقاش سخن ولا بارد. وهنا بقى هحط السكر مع السمنة واضربهم لمدة من 3 ل5 دقايق لحد ما يبقوا كريمي ولونهم فاتح، وده طبعا سر من اسرار اللي بيخلي البسكوت هش وناعم. هضربهم كويس جدا. بالنسبة للسمنة انا بحب احط السمنة البلدي نوعها جاموسي، لان بيكون طعمها اقوى في الحلويات من السمنة البقري. فلو انتي بتستخدمي سمنة بلدي حطي نصها، نص كوباية سمنة بلدي ونصها سمنة عادية. لو حابة تحطي المقادير الكمية كلها سمنة بلدي بس براحتك، بس انا بحب اخلطهم. هنا بضرب كويس جدا لحد ما لونهم بقى فاتح، فهبدأ انزل بالبيض واحدة واحدة، هنزل واحدة واضرب لحد ما تختفي، وبعدين هرجع احط واحدة تانية وهكذا. في كل مرة بنحط بيضة بنضربها عشان تختفي في العجينة. قوليلي في الكومنتات بتحبوا بسكوت العيد بالسمنة البلدي ولا بالزبدة. طبعا بعد ما اخلص البيض هبدأ انزل بالفانيليا. لو الوصفة عجبتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة. المعايير اللي انا كاتباها ديت بسكوت المكنة مش بسكوت الكيس، لان في الكيس هيبقى تقيل شوية وهيبوظ لك الكيس بتاعك. هنا بقى بنزل بالدقيق، وطبعا معيار الدقيق انا عارفة ان نوع الدقيق ده بتاع البسكوتات. انا رحت للراجل اللي في الفرن بتاع الفينو وقلت له انا عايزة دقيق للبسكوت. فطبعا ده افضل مكان تشتري منه اصلا الدقيق للحلويات اللي انتي بتعمليها. لو ما فيش او مش متوفر عندك ممكن تشتري من عند العطار، بس برضو عرفيه ان انتي عايزاه دقيق للبسكوت. طيب لو انتي بقى مش متأكدة ممكن تحطي كيلو الا ربع دقيق على المقادير دي، ولو حسيتي ان العجينة يعني محتاجة ابدأي زودي كمية الدقيق اللي انتي محتاجاه. بس بلاش تحطي المعيار الدقيق كله علشان انتي مش عارفة نوع الدقيق، انما انا هنا عشان عارفة نوع الدقيق فحطيت الدقيق كله. وطبعا نزلت باللبن ونشادر، وهبدأ هنا بقى يعني مش بنعجن قوي، احنا بس بنلم العجينة. طبعا لو الوصفة عجبتكم اعملوا لايك للفيديو واكتبوا في الكومنتات تحبوا تشوفوا وصفة ايه تاني للعيد. كل سنة وانتم طيبين. هنا هلم العجينة، ده شكل العجينة بعد ما لميتها، شكلها تحفة وكمان ريحتها كانت حلوة قوي قوي. هنا بقى حطيتها في المكنة وبدأت اشكلها الاشكال زي ما انتي عايزة. طبعا في اخر الفيديو هقول لكم على افضل شكل وافضل تسوية. بالنسبة لتسوية البسكوت بيبقى من درجة حرارة 170 ل180، بيقعد تقريبا تلت ساعة. لو انتي بتحبي البسكوت لونه غامق شوية فبتزودي شوية.
التسويات بتاعته. دي تسوية فاتحة، في ناس بتحب الدرجة دي من التسوية بس انا ما بحبهاش. دي درجة وسط ودي درجة اغمق شوية، والحقيقة دي اكتر واحدة انا بحبها. لو انتوا بتحبوها زيي يا ريت تكتبولي في الكومنتس. هنا بقى افضل شكل عجبني هو الشكل ده في المقادير دي، ده اكتر شكل عجبني. حسيت البسكوتة خفيفة كده وجميلة. كده الفيديو خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك، وكل سنة وانتم طيبين.